لما تسمع الأفلام والمسلسلات في شوية حكم كده ومعاني بتكون جوه الأفلام والمسلسلات ممكن ما خدناش بالنا منها. فمثلا في مسلسل ما وراء الطبيعة، على لسان دكتور رفعت إسماعيل قال: إزاي ما اخترعوش لحد دلوقتي زرار ندوس عليه نتبخر، نختفي، ننهي موقف مش جاهزين نواجهه. وفي فيلم الأفوكاتو لعادل إمام قال: الحقيقة إن الحياة مقرفة جدا يا عبد الجبار، ولو رفضتها عشان مقرفة هتقرفك أكتر. وفي فيلم ثرثرة فوق النيل قال: مشكلة الجيل بتاعكم ده إنهم عاوزين يعيشوا زي الأجانب ويموتوا زي الصحابة. وفي فيلم تراب الماس قال: ساعات بنضطر نعمل غلطات صغيرة نغطي بيها أو نصلح بيها غلطات أكبر. وهي ماشية. ودي حكم في الأفلام والمسلسلات ما خدناش بالنا منها، بس مكتوبة بعمق وبحكمة للي يركز وياخد باله من المعاني اللي بين السطور. تفتكر ايه هي المعاني او ايه اكتر حاجة سمعتها في فيلم او مسلسل وعلقت معاك قوي ورشقت في دماغك؟ قول لنا تحت في الكومنتات.